عمرك بتسمع عن كلمة طفح الفراشات طفح الفراشات طفح الفراشات؟ انت ايه الكلمة دي؟ انا هقولك النهاردة الكلمة دي عبارة عن ايه بالظبط وليه كله بيستخدمها لما يشوف اي حد مرتبط او اي حد بيحب او اي حد بيكلم حبيبته في التليفون يقول له انت بتطفح فراشات. هي كده وش. كنت تعرف ان المثل ده مش مصري اصلا؟ يعني طول عمرنا بنسمع عن طفح الفراشات بس عمرنا ما فهمنا معناها ايه. اقولك السر الحقيقي اشمعنى اختاروا الفراشات بالذات. طب ليه مثلا ما بيطفحش عناكب؟ الحقيقة الموضوع ده ورا سر كبير. تعالى معايا. الحقيقة ان الشعور اللي انت بتحسه في بطنك ده بيبقى قلق، ولا حب ولا فراشات ولا اي حاجة من دي. جسمك ساعتها بيبدأ يفرز ادرينالين، فبتبدأ تتوتر مع مشاعر حب مع سعادة. بص يعني مليون حاجة داخلة في بعض فبتخليك كده تحس انك في زلزال في بطنك. انك بتقابل حد جديد فبتحس احساس غريب كده من ناحيته. اوقات ممكن تحس بالفراشات دي حتى لو معجب بحد او مندهش بحاجه حصلت لك بعيدا عن الارتباط. انت مثلا جالك حاجه كنت نفسك فيها هتبدا تحس بالشعور ده برضه. وحتى لما تتفرج على افلام اكشن برضه بيحصل لك نفس الحوار. انت اكيد شفت كتير مثلا حد بيتكلم في التليفون على تيك توك، واحد يصوره وبيدفع فراشات. بس الحقيقه غير كده، مش معناه ان هو بيضحك ده مش طفح فراشات. بيحصل في بطنك ده انك سعاده، توتر، قلق، كل ده مع بعض، فانت متبقاش عارف تحدد مشاعرك فبتفتكر ان ده حب، لكن ده لا. فانت بعد ما بتفهم الشخص اللي قدامك وبتحبه ما بتلاقيش اصلا فراشات في بطنك، او بتلاقي الحوار ده بيحصل بعد ما تتعرف عليه وحوارات كتير. فراشات بتخدعك، او بمعنى اصح القلق مع السعاده. يعني انت كانك حطيت ميكس في الخلاط غريب كده طلع لك حاجه غريبه. باتل فلايز ان ذا ستومش ده اسم المصطلح، وبداوا يستخدموه في الانجليش من القرن العشرين. كانوا بيوصفوه ان هو الشخص ده بيحس بتوتر مع سعاده مع قلق مع حاجات كتيره كده بتحصل في بطنه، فده طلعوا عليه المصطلح ده. يعني انت لو بتحب هيحصل لك الموضوع ده، لو داخل الامتحان يعني شوف حاجتين عكس بعض اصلا هتلاقي يحصل لك الحوار ده. في مواقف مهمه رايح تقابل حد مهم هتلاقي الحوار ده بيحصل لك، ملوش علاقه اصلا بالحب. السبب ورا الاحساس ده بيكون جهاز النشاط العصبي. طب ليه اختاروا فراشات بالذات؟ ليه ما اختاروش حاجات تانية مثلا زي عناكب، حاجات اي حاجة تانية غير الفراشات؟ لان الفراشات بتطير بحركة خفيفة وسريعة وعشوائية في نفس الوقت. ده اللي بيحصل لما تكون بتتخانق، بتقابل حد بتحبه لاول مرة، خايف تخسر حد، داخل امتحان، حاجات كتيرة يعني. فاهم؟ يعني انت ممكن تحس بالفراشات دي لو لقيت اسد جاي بيجري وراك. انت متخيل وصلت لفين؟ يعني نفس الاحساس هتحسه لو انت في خطر. فما تحكمش على علاقة 10 دقايق، لأن دي بتبقى كلها توتر، قلق، أدرينالين، كل حاجة بتفرز في بعض، فأنت متبقاش مركز ومتبقاش عارف اللي بيحصل. لأن أنا بقى بشوف كتير كومنتات على التيك توك بتقول حلاوة البدايات، لأن حلاوة البدايات بتبقى 10 دقايق فراشات، فأنت إزاي؟ وبس بكده كنا وصلنا للفيديو النهاردة. تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واكتب لي كومنت برأيك، واكتب لي تحت أنت حسيت قبل كده بالفراشات دي فعلا ولا لأ. بس متنساش إن الفيديو ده كان عن الفراشات.